واش عمرك حسيتي براسك غريب حتى وانت وسط الناس؟ واش عمرك ضحكتي قدامهم وفي الداخل ديالك كاين واحد الفوضى اللي ما علم بها غير الله؟ كاين واحد المعركة اللي كيدوز منها كل انسان، وهاد المعركة ماشي مع الناس وانما مع راسو. كنقضيو سنين وحنا كنحاولوا نهربوا من الوحدة، ولكن الحقيقة اللي قليل كيهضر عليها هي ان الوحدة بعض المرات ما كتكونش عقاب وانما بداية ديال الوعي. في هذا الفيديو ما غنعطيكش كلام تحفيزي خاوي، غنهبطوا مع بعضنا اعماق النفس البشرية ونفهموا علاش الانسان كيتألم بصمت، وكيفاش الألم يقدر يخلق منك نسخة أقوى وأكثر وعي. بقى معايا حتى الاخر، حيت كاين واحد الفكرة اللي تقدر تبدل لك نظريتك لراسك ككل. اول سؤال غنطرحه هو علاش كنخافوا من الوحدة؟ ملي كنا صغار تربينا على فكرة ان الواحد الا بقى بوحدو فهذه حاجة خايبة وما مزياناش. قالوا لينا بلي اللي كيبقى بوحدو معزول وحزين ومعقد، واللي كيبقى ساكت ضعيف. وخاص الانسان ديما يكون وسط الناس باش يكون مزيان. وملي كنكبروا كنكتشفوا حاجه اخرى، كنكتشفوا بلي داك الضجيج كامل غير وسيله باش نهربوا من التفكير، نهربوا من مواجهه النفس، نهربوا من الصوت اللي في الداخل ديالنا ونحاولوا نسكتوه. داكشي علاش بزاف ديال الناس كيخافوا يبقاو بوحدهم، حيت الوحدة كتعري كل شي، كتبين الجروح اللي مخبيينها، كتبين الخوف اللي حنا دافنينه، كتبين الفراغ اللي كان عمروه بالناس وداك الضجيج اللي ما عنده حتى معنى. والمشكل هو ان اي حاجة كنهربوا منها كتبقى تبعانا ولاصقانا، يعني وراك والزمن طويل. واللي ما قادرش يجلس مع راسو ولا بغير شوية يسمع لراسو ولو لأول مرة ويواجه داك الشخص اللي في الداخل ديالو بلا ما يهرب منه. ومن هنا غندوزو لداك الألم اللي ما كيشوفه حتى واحد. كاين واحد النوع ديال الألم ما كيبانش، كتبان عادي قدام الناس ومن الداخل فاشل كليا. كتفيق، كتخدم، كتضحك، كدوي، والداخل ديالك مكسور بواحد الطريقة اللي ما تقدرش تشرحها. وهذا اخطر انواع الالم اللي هو الم الصامت، حيت الناس ما كيشوفوش، ومع الوقت كتولي تتقن كيفاش تخبيه. كاينين ناس ماشي ضعاف، غير عياو من داك الحمل اللي هازينو بوحدهم، عياو من التظاهر بالقوة، عياو من السكات، عياو من انهم يفهموا الناس كاملين وحتى واحد ما كيفهمهم. ومن هنا كيبدا التحول، ملي كتعترف بالألم ديالك ماشي قدام الناس ولكن قدام راسك، حيت اول خطوة كديرها في الشفاء هي توقف تبرر للناس كاملين انك بخير.
وهنا غنطرحو واحد السؤال: شنو كيوقع ملي كتواجه راسك؟ باش تواجه راسك راه ماشي سهله. مواجهه النفس كتكون قاسيه بزاف، حيت غتشوف الحوايج اللي كنت كتهرب منها سنين وسنين، الخوف ديالك، الضعف ديالك، الندم، وكاع دوك الجوانب المظلمه اللي ساكنه في الداخل ديالك. والغريب في الامر هو ان الانسان ما كينضجش بمجرد انه يشوف الجانب الزوين ديالو، وانما حتى ملي كيتصالح مع الجانب المظلم ديالو. وكما قال كارل يونغ: الانسان ما كيبداش يوعى غير ملي كيشوف الظلام اللي في الداخل ديالو. بزاف من الناس كيهربوا من راسهم طول حياتهم، وقليل اللي عندهم الشجاعة يواجهوا الحقيقة ديالهم. وهاد الناس هما اللي كيتبدلوا فعلا، حيت الانسان ملي كيعرف راسو مزيان مكيبقاش يقلب على قيمته عند الناس. وهنا كتجي ديك العزلة اللي كتعاود تقادك من جديد. كاين فرق كبير بين الوحدة والعزلة الواعية. الوحدة كتألمك، أما العزلة الواعية كتصلحك من الداخل. في العزلة كتبدا تلاحظ بزاف ديال الحوايج، كتكتشف انك كنتي كتعطي طاقتك للناس اللي مكيقدروكش، وانك كنتي عايش غير باش ترضيهم. كتفهم ان بزاف ديال العلاقات كانت كتستنزفك غير شوية بشوية. وهنا كيبدا التغيير الحقيقي. كتبدا تبني العالم ديالك الداخلي، كتقرا اكتر، كتفكر اكتر، وكتفهم راسك اكتر، وكتولي هادئ وعميق. ودابا غنطرح واحد السؤال: علاش الناس العميقين كيعيو بزاف؟ الناس العميقين ما كيعيشوش الحياة بشكل سطحي، هما كتكون عندهم واحد الحساسية زايدة، حيت كيحسوا بكل شيء وبقوة، كيفكروا بزاف، كيحللوا الكلام والنظرات، وهازين في الداخل ديالهم عالم كامل ما كيشوفوا حتى واحد. داكشي علاش كيعياو بالزربة، ماشي حيت ضعاف، ولكن حيت عقلهم كيبقى خدام وما كيحبسش. حتى في الهدوء كتكون عندهم واحد الحرب داخلية صغيرة، كيفكروا في الماضي، في المستقبل، في معنى الحياة، في الخذلان، في الناس، وفي كل شيء. وبعض المرات الحاجة الوحيدة اللي كيحتاجوها ماشي حلول، وإنما اللي يفهمهم بلا ما يضطروا يشرحوا راسهم. ودابا غندوزو السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس: كيفاش تولي قوي من بعد ما كنتي محطم؟ القوة الحقيقية ماشي انك ما تطيحش، القوة الحقيقية هي انك تنوض من بعد كل طيحة طحتيها. كل ألم دزتي منه كيبدل فيك شي حاجة، كل خيبة كتعلمك درس، كل مرة حسيتي بلي انت صافي ساليتي وما بقيتيش قادر تستحمل كتكون بداية جديدة. المشكل انه في وسط هاد الألم ما كنشوفوش الصورة كاملة، ولكن بعد ما كنرجعو كنفهمو
أن بعض الانكسارات كانت ضرورية، أن بعض النهايات كانت رحمة، وأن بعض الناس مشاو ما كانوش خسارة. وأقوى نسخة منك كتولد من أصعب لحظة في حياتك، ومع الوقت كتبدا تفهم واحد الحاجة مهمة: السلام الحقيقي ما كيعنيش أنه ما يبقاوش عندك مشاكل، وإنما أنك تولي أهدأ من الفوضى اللي دايرة بيك. ما تبقاش تجري ورا كل شي، وما تبقاش تحاول ترضي كل شي، وتقبل أن بعض الأجوبة عمرها ما غتجي، والحياة ماشي سباق. كاين اللي كيوصل بكري ولكن مفاهمش، وكاين اللي كيوصل متأخر ولكن واعي أكثر. والإنسان اللي كيعرف راسو مزيان ما كتخلعوش الوحدة وما كيكسروش الصمت، حيت ولا هو الأمان ديالو. يمكن كل شي غادي يفهمك، ويمكن حتى واحد ما غيعرف شنو دوزتي بصمت، ولكن تفكر ديما ما خاصش الناس كاملين يشوفوك باش تكون حقيقي. بعض المرات أكبر تغييرات كتوقع في الصمت، بعيد على التصفيق وعلى عيون الناس، وبالخصوص الناس اللي كيعرفوك. وكل مرة واجهتي فيها راسك بشجاعة كتقرب كتر من النسخة الحقيقية ديالك. إلا وصلتي لهنا كتب ليا في التعليقات شنا هي أكثر فكرة لمساتك، وما تنساش تشترك في القناة، حيث الرحلة ديالنا مازال طويلة وباقي بزاف ما يتقال. نتلاقى في الفيديو الجاي.